هنكمل مع بعض سلسلة نواعم الأفران. عملنا المرة اللي فاتت قرص العجوة الفلاحي. المرة دي هنعمل بقى القرص اللي بسكر، حلوة وسهلة ومقاديرها اقتصادية، وبصوا هشة ازاي وخفيفة زي الريشة. بصوا قلبها مفرغ وهش، معجونة كويس واخدة حقها في العجن، اقتصادية وبترمي معاكي كمية كويسة. يلا بينا على طول على الوصفة. معايا كوباية مية دافية ومعلقة كبيرة من الخميرة أو كيس من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر، وهقلب الخميرة بقى مع السكر، وهختبر الخميرة أشوفها بتفور ولا لأ عشان ما بوظش بقية المقادير الجاية. هسيبها لحد ما أشوفها بتفور ولا لأ. عملت وش أهو. معايا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، ورشة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقتين كبار من اللبن البودر. ومهم جدا اللبن البودر، هيدي لون حلو وفي النتيجة كمان هيدي طراوة، فمهم جدا. هبتدي احط بقى خليط الخميره اللي عندي ده. انا متاكده ان الدقيق اللي عندي هيحتاج الميه دي، انت ممكن تنزلي واحده واحده بالتدريج. هبتدي الم العجينه معايا. انا مش هحتاج سوائل تاني خالص. الكوبايه دي كانت 300 مللي تقريبا. هتبقى ملزقه في ايدي التلزيقه دي، انا عايزه كده عشان تفضل طريه. هحط حوالي 3 ل 4 معالق من الزيت. التلزيقه دي مهمه جدا، بس كل ما هعجن طبعا التلزيقه هتقل. بصوا بتلزق بس مش قوي. هسيبها تختمر. اختمرت معايا اهي. خدت حوالي، عشان الجو ساقعه، خدت حوالي ساعه. انا حطيتها في الفرن دافيت كده، والفرن مطفي طبعا، مجرد بس مكان دافي. معايا حوالي نص كوبايه من السكر، ومعلقتين كبار من العسل الاسود، والسمسم. الكميه اللي هنحتاجها بقى. هحط بقى على معلقتين العسل الاسود ده كوبايه صغيره من الميه، وهقلب الخليط ده معايا عشان ده انا هحتاجه عشان الزق بيه السمسم، وكمان هيدي وش حلو للقرص بتاعتي. هبتدي اكور العجينه، بتلزق فيه زي ما انا قلت لك، مهم جدا عشان طراوه العجينه، ما تنشفيش العجينه في ايديكي. هبتدي احشي زي ما انت شايفه كده. العجينه سهله، اهم حاجه اقفل من تحت كويس قوي عشان السكر ما يخرجش، عشان لو خرج هيبتدي يتحرق معايا في الصينيه. هكورها كويس وابتدي احطها في الميه اللي بعسل وبعد كده بالسمسم، واحطها في الصينيه. وهكرر العمليه، هوريكم ازاي افرد قطعه من العجينه بايديا كده واقفل عليها. اقفل كويس قوي قوي قوي، واخلي حوالي السطح يبقى املس، وهمسك من الحته اللي تحت اللي انا قفلتها، وابتدي اخد من الميه للسمسم واحطه في الصينيه، واكرر بنفس الطريقه كده. والعجينه سهله زي ما انت شايفه كده. انا هسكت هنا واسيبكم تشوفوا انا بعملها ازاي بالظبط. وزي ما قلت لك ما تخليش العجينه تنشف معاكي، بعد كده لما تطلع من الفرن العجينه هتبقى ناشفه. هبتدي اخلص صينيه صينيه، وابتدي افرد قرصه قرصه زي ما انتوا شايفين كده، عشان تخمر كويس وترتفع معايا في الفرن. وكمان بلزق السمسم كويس ما يقعش مني بعد التسويه، وهي الميه بعسل مش تخليه يقع خالص، متخافوش. هسيبه يختمر وادخله على فرن متسخن على درجه حراره 180 لمده ربع ساعه لحد ما ياخد لون، عشان لو زودتي التسويه هينشف معاكي. بصوا طري ازاي وهش، فاضي هوا في ايديكي، خفيفه كده، احلى بكتير من اللي بنجيبه من الافران. تقدري على فكره تزودي مع السكر قرفه، اي نكهه تحبيها. بصوا مفرغه ازاي، شايفين الهوا عامل ازاي، والسكر ما خرجش عشان احنا قفلنا كويس. ما تنسوش اللايك والشير والفولو.